طاسة البطاطس اللي كنت قلت لكم عليها. طعمها جميل وسهلة وسريعة وبدون أي لحوم. هتعمليها في ربع ساعة. الوصفة دي أنا شفتها مع شيف أجنبي، عجبتني قلت هعملها لكم، ومع بعض التعديلات مني بسيطة كده علشان أسهلها عليكم. أول حاجة كده أنا قطعت البطاطس شرايح زي ما انتوا شايفين، لا تكون تخينة أوي ولا رفيعة. كمان هاختار الطاسة بتاعتي اللي أنا هاعمل فيها تكون معدن، علشان أنا هادخّلها الفرن. الشيف ساعتها كان عاملها على وش البوتاجاز، بس أنا أضمن عشان تستوي عشان السوائل اللي فيها هاحطها في فرن البوتاجاز. هاحط في الطاسة كده زيت وأسخّنه كويس وبعدين أنزل البطاطس. أول ما تحمر معايا هاحط عليها فلفل أسود وكمون وبابريكا وملح. هاقلبها كويس وهي على النار كده لحد ما يعني تنشف معايا وتبقى لونها حلو كده. بعد كده بقى هاركنها وهاجيب بولة أحط فيها معلقة سمنة بالشكل ده. هاحط عليها بيض، أنا كنت حاطة 6 بيضات بلدي، علشان هو صغير. تقدري لو هتستعملي البيض الأبيض تحطي 4 بيضات. رشي عليه بقى رشة بسيطة من الفلفل الأسود عشان الزفارة، وهاحط عليه ربع كوباية لبن. الشيف كان مستعمل كريمة خفق، بس طبعًا إحنا علشان يعني نوفّر شوية ما تبقاش مكلفة، أنا هاحط اللبن. بعد كده هاحط تقريبًا ييجي معلقتين كده جبنة موتزاريلا، وهاكون مقطّعة بصل أخضر هاحطّه كمان، وطماطم، وكمان شطة حراقة اللي هي حمرا وخضرا، والطماطمية زي ما قُلت لكم مقطّعة مكعبات رفيّع كده. هنا عندي بقى تعديل بسيط، لمّا آجي أعملها تاني أنا الخضار ده هاسويه لوحده، مش هاحطّه أخضر كده. هاسوي مثلًا هتشوّحي كده في معلقة زيت أو معلقة سمنة البصلة، وبعدين تنزلي عليها بالفلفل الحراق، وبعد كده الطماطم، تاخديهم بس تشويحة في السريع كده وتسيبيهم يبردوا، وبعدين تنزلي على البيض واللبن. بعد كده بقى حطيت برضه شوية توابل تانيين، فلفل أسود وكمون وبابريكا وملح ورشة مرقة فورية. هاحطهم بقى في قلب الطاسة كده، وهاجيب رشة جبنة بسيطة خالص هارشها على الوش، علشان أنا مش عايزة أغطي وشها بالجبنة، أنا عايزة الخضار يتنّيه باين. زي ما قُلت لكم الشيف بقى غطّاها وحطّها على البوتاجاز كده، بس أنا علشان السوائل اللي فيها دي تنشف والقعر بتاع البيض ما يشهطش وتبقى ريحته وحشة، فالأضمن إن أنا دخّلتها الفرن. خدت تِلت ساعة وييجي 5 دقايق تحت الشواية كده، ما خدتش وقت خالص، كُلّه يعني ييجي تِلت ساعة كده. طعمة وجميلة وسهلة زي ما أنتم شايفين. جرّبيها هتعجبِك، وما تنسيش تشوّحي الخضار زي ما قُلت لِك، هتبقى سهلة معاكِ. اعمليها بقى في فطار، في غدا، في عشا، بدون أي لحوم، مش هتكون مكلفة وتكون وجبة متكاملة، بألف هنا.